كان اول حاجه بيقول انا عايز اشكر الاعلام المصري، ده بالاضافه انه بيشكر شعب مصر كله، لانه كان الشعب كله متعاطف مع الفنان الكبير حلمي بكر، سواء اثناء مرضه وطابع موضوع انه خطفه وتم احتجازه، والزوجه قاعده في مصر هنا في شقته وهو محتجز في اوضه في كفر محتمل، طبعا كفر صقر والشرقيه في دماغنا يعني، بس بنحكي عن وضع معين. هشام حرص انه يشوفكم وتعبان جدا يعني هو نزل فعلا يعني بقاله 48 ساعه في طيران، وطلع من هناك على المستشفى، والنيابه طالباه بكره الصبح، وان شاء الله يروح مع محامين من مكتبي ومنهم احمد مرتضى هيكون المحامين فانا علشان ياخد بقى تصريح الدفن والاجراءات اللي هي القانونيه العاديه. وانا بس بطلب من السيد وزير العدل لو في وزير الصحه لو في اجراءات معينه انهم بيشوفوا سبب الوفاه الكلام دوت، ان يكون ده بسرعه، عشان بقول اهو ده الدنيا كلها انه الجنازه هتطلع ان شاء الله من مسجد نور الساعه 4، ونتمنى ان قبل الساعه 4 تكون الاجراءات خلصت، ونعرف ان المسؤولين دول يعني مش عشان هو الاستاذ حلمي بكر، اي حد الظروف دي، وزي ما بقول اكرام الميت ده ان شاء الله. ده باختصار. نقدر نقول ان هو هيتم تشريح الجثمانه ملوش؟ لا انا ما اعرفش بقى خلاص، انا قلت لك في بلاغ هيتقدم الصبح. تمام. اهو الاصيل موجود اهو. تمام. انه شاكك ان الوفاه جنائيه. ما تسالنيش بقى تفاصيل ايه؟ التفاصيل دي يقولها فين؟ في التحقيق بالظبط، عشان احنا ما نتهمش الناس بالزفر يعني. التقرير بتاع المستشفى بيقول ان الوفاه طبيعيه. انت طلعت على التاريخ؟ 12 انت طلعت عليه؟ هو انا بسالك سؤال، طلعت عليه؟ طيب جاوبني. طلعت عليه فين؟ هو 12 بس فين؟ هو 12 في الموقع الصحفيه ان التقرير هيقول ان الوفاه طبيعيه. طبيعيه يعني هو بيتكلم عن التقرير المبدئي مع التقرير المبدئي هو مين اللي يقول طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ هو لو واحد واخد سم هيبان في التقرير ولا لازم يعتقد عينه؟ بالظبط. مش كده؟ ما تفتيش. الاتهام على المستشار كده مباشر لزوجته؟ لا كلام واضح. الكلام ده في النيابه. احنا لما نشهر بحد الراجل شاكك ان وفاه والده مش طبيعيه وان وفاه والده جنائيه. تمام؟ هو مش صغير عشان يواجه اتهام قدام حضرتك قدام الملايين. الاتهام في النيابه وعنده الادله، ومصطفى كامل النقيب عنده الادله، ومدام نادي عندها ادله، وفي تسجيلات وفي ناس شاهدين، فده كله يبقى في النيابه مش قدام الاعلام. المستشار كان مدير المستشفى ظهر وقال ان هو دخل في حاله اعياء شديده وتجميد حاله الدوره الدمويه وجفاف شديد. ايوه. يعني طلع بنفسه مدير المستشفى اللي استقبل الراحل المستشار. هي دي اعراض حاله تسمم. الجفاف ده وده كلها اعراض حاله تسمم، بس احنا ما نقدرش نجزم يعني. ما نقدرش نجزم الا ما الفنيين يجزموا، والنيابه ليها تحقيق. عندنا نائب عام محترم معالي المستشار محمد بيشاوي، راجل محترم جدا. تمام. وعندنا نيابه محترمه جدا جدا، ومش عايزين نعمل زي البعض في قضيه معينه كانت مثاره من اسبوع، خلاص وجهنا اتهام لشخص معين وخلينا الراي العام بقى كله ضده وما سمعناش المجني عليها ربنا يشفيها ويعافيها ايه اللي حصل للاسف. فاحنا مش هنعمل، مش عايزين ننجر ان احنا نوجه السوشيال ميديا واللي يبقى الراي العام ضد حد ويطلع في الاخر بريء. طب ينفع اوجه سؤال؟ اتفضل. يعني زوجته طلعت في تصريحات وقالت انه هي ما امتنعتش